بعد يومين من اختفاء سارة، البوليس دخل شقتها بعد ما الجيران اشتكوا من ريحة غريبة. الشقة كانت مظلمة والستارة مقفولة والمرايات كلها مكسورة إلا واحدة بس. المراية اللي في الصالة كانت سليمة تماماً، وملف الفيديو مفتوح على الموبايل فوق الترابيزة اسمه mirrorfile.mp4. الضابط فتح الملف. الصورة كانت مهزوزة، صوت تنفس ثقيل وبعدين صوت ضحكة خافتة جداً. بعدها ظهرت سارة في الكادر قاعدة على الأرض بتبص في المراية وشكلها مرهق جداً. وبعدين قالت بصوت واطي: هو مش أنا اللي قدامك، هو اللي جوا. بعدها الإضاءة انطفت وبدأت المراية تتهز، وش تاني ظهر وراها، وش سارة بس مبتسمة ابتسامة مرعبة والأسنان حادة كأنها سكاكين. الفيديو وقف فجأة والشاشة سوداء. الضابط قرر يحط الموبايل في الدرج كدليل، لكنه لاحظ حاجة غريبة: الموبايل كان لسه بيسجل. لما فتح الكاميرا لقى إنها مفتوحة على الوضع الأمامي، وفي الشاشة شاف وشه، لكن بعد ثانيتين انعكاسه ابتسم لوحده. الضابط قفل الموبايل بسرعة، بس بعد ساعتين كل أفراد القسم سمعوا ضحكة مسجلة بتتكرر من الدرج. واحد فيهم قرر يفتح الملف تاني، لكن لما فتحوه ما كانش فيه سارة، كان فيه هو قاعد على الأرض في نفس الأوضة وبيضحك. الملف اتنقل تلقائياً لكل الموبايلات اللي كانت في القسم، وكل واحد فيهم بعد كام يوم اختفى. الناس دلوقتي بتقول لو جالك إشعار باسم mirrorfile.mp4 ما تفتحوش، لأن أول ما تشغله اللي في المراية هيسجلك بدل ما يشوفك.